السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب ام مالك. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. ايه, ايه رأيكم في طبق السردين ده بقى؟ طبق بقى يعني بصوا يستاهل بقكم بجد. عامل زي الزبدة كده، السردينة طرية كده وحاجة ايه تحفة تحفة يعني. إيه يلا كده زي ما احنا متعودين، الاول قبل ما بنعمل اي حاجة بنعمل ايه؟ بنصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا بنات. تاني حاجة ما تنسوش تعملوا لي لايك في القناة في الفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم كلكم في الله، ويلا بينا على الفيديو. إيه طبعا معايا السردين اهو، ومعايا الملح. إيه برش ملح في ارضية الكيسة كده. بصوا انا ملبسة الطبق الكيسة دي علشان خاطر هي اللي ايه اللي هيبقى فيها الشغل كله. بحط الملح في الارضيه زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا شطه كمان ومعايا زيت، معيش اي حاجه تاني. دي بطريقه والدتي الله يرحمها، كنتوا تاكلوا منها احلى فسيخ يا بنات، احلى سردين يا بنات، تحفه تحفه كده. زي ما انتوا شايفين طبعا الملح في الارضيه كده. برص السردين عكس بعضه. ده اللي هو السردين المجمد، مش البلدي، مش اللي هو النيلي. طبعا ده طعم وده طعم. بس والله ده كان زي الزبدة كده زي ما بقوله. رشة الملح ورشة رشة الشطة دي اهو زي ما انتوا شايفين كده. رشة الشطة دي امان يا بنات للسردين يعني. هي مش بتخليه حراق ولا حاجة، هي بس بتحافظ عليه علشان خاطر مثلا ما يجيش فيه حشرات، ما يبقاش فيه اي حاجة، يبقى ايه كويس كده معانا، وخصوصا في الحر ده. اهو رصيت طبقة تانية من السردين، وبرضو رشيت عليها الملح. في يا بنات ناس بتفتح الخياشيم بتاعة السمكة سردين او اي حاجة كده وبتحط جواها الملح وخلاص. لا ما بنعملش كده بصراحة. هي احنا طلعنا لقينا والدتي الله يرحمها بتحدقوا بنفس الطريقة اللي انا بعمل بيها دي كده. طلعنا بنعمل زيها، وفعلا احلى طريقة والله. انا جربت مرة ان انا احشيه من الخياشيم بتاعته كده زي ما بقول لكم، وجربت احط عليه كركم مرة. لا مش حلو خالص بصراحة، ما كانش حلو، ما عجبنيش يعني. هو ممكن يعجب ناس تانية بس لا، هو ما كانش يعجبني. هرص السردين كله كده زي ما انتوا شايفين خلف خلاف بعضه علشان خاطر يتشرب. وخلاص خلصت الكمية اللي كانت معايا كلها. كنت محدقة مش فاكرة كانوا 2 كيلو ولا كيلو ونص. حد عملتها كلها زي ما انتوا شايفين كده. بقول لكم ما ينفعش خالص يبقى فيه هوا في الكيسة. شايفين انا لفته وربطته ازاي؟ لازم يبقى كده والتك كده علشان خاطر ما يبقاش فيه اي هوا خالص فيها. الهوا ده يا بنات هو ممكن يكون سبب ان السردين يبوظ. وهغطيه الاول حطيت على وشه قبل ما اقفله، رشيت عليه زيت. وبعدين هغطيه بقى قفلته بالكيسه وهغطيه بالطبق ده، وهحطه في فرن البوتاجاز. سبته اسبوع وفتحت عليه بقى يا بنات، وشوفوا المنظر وشوفوا الجمال بقى. والله طعمه يا لهوي كان تحفه يا بنات كده، يعني تاكلوا صوابعكم وراه. زي ما انتوا شايفين كده الطبق معايا جميل خالص. طبعا ما نضفتش الكميه كلها، انا نضفت بس الشويه دول، وعصرت عليهم بقى شويه ليمون وشويه خل وشويه زيت، وسبتهم حوالي ساعه كده. وكلوا احلى سردين بقى يا بنات. بتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس.